المكان: قاعة الندوات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة. والحدث: ندوة علمية أطرها الدكتور أحمد العاقد في موضوع منطق التواصل وآليات تحليل الخطاب الإعلامي. حضور طلابي مكثف امتلأت به قاعة الندوات عن آخرها من أجل متابعة هذا النقاش العلمي الإعلامي الوازن. لا يسعني إلا أن أشكر كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول بوجدة، وعلى الخصوص أن أشكر مختبر استراتيجيات صناعة الثقافة والاتصال والبحث السوسيولوجي وشعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي، وأيضا مسلك الصناعة الثقافية والفن السينمائي على استضافتهم لي واستضافتهم لهذه المحاضرة التي ألقيتها من أجل التفاعل مع الطالبات والطلبة حول موضوع أساس يتعلق بمنطق التواصل ومبادئ تحليل آليات الخطاب الإعلامي. ابتدأت الجلسة العلمية بكلمة افتتاحية ترحيبية وتمهيدية للنقاش ألقاها السيد نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية المكلف بالشؤون البيداغوجية. رحب من خلالها بالأستاذ المحاضر وألقى على مسامع الحاضرين توطئة تبرز أهمية تدارس أنماط الخطاب وتحليل المضمون الإعلامي. بداية سأنطلق في كلمتي الموجزة من تعريف ضيفنا الكريم الدكتور أحمد العاقد للخطاب الإعلامي الذي هو موضوع لقائنا العلمي، وسأقتبس هذا المفهوم من كتابه تحليل الخطاب الصحافي من اللغة إلى السلطة المنشور سنة 2002. قسمت المحاضرة إلى مجموعة من المحاور الأساسية بتحديد الفوارق بين المنطق الصوري الرياضي والمنطق الطبيعي، مرورا إلى تحديد المفاهيم الأساسية في الموضوع من مفاهيم بسيطة وأخرى مركبة، وصولا إلى أنماط وآليات تحليل الخطاب خاصة في المنظور السيميولوجي للخطاب الإعلامي. وتدخل هذه المحاضرة ضمن الرؤية كما قلت الرؤية الاستراتيجية التي تدعو الآن إلى تكامل المعارف. والأكيد أن صديقنا الذي يعني نحن فرحون بحضوره، نحن في اشتعال فرح بحضوره، ولقد تجش معنا السفر وأكد لكي يحضر ولكي يتواصل مع طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة. وهي فرصة لاستعرض مختلف التطورات والمستجدات التي يعرفها تحليل الخطاب الإعلامي، وأيضا مختلف التطورات التي يشهدها ميدان التواصل. طبعا كانت فرصة سانحة لكي أتفاعل مع الطلبة والطالبات بما يشغل بالهم في هذا المجال. نسعى إلى فكرة جوهرية تدخل في إطار المنظور، في إطار وجهة نظر للبحث الجامعي الجديد، وهو أن يكون هناك تواصل فعلي، تواصل واقعي علمي ما بين الطلبة وبين الخبراء وبين الباحثين والدارسين الذين يهتمون بهذه الحقول المعرفية التي أكيد كما عبر طلبتنا على أن هذا اللقاء كان لقاء مثمرا ومفيدا، وقد استفادوا منه على المستوى الإعلامي وعلى المستوى التواصلي وعلى المستوى المعرفي.